الغاز المدنية وبعض المنشآت الحيوية. جراء هذا سقط شهيد واحد يوم أمس اللي هو فتحي عبد العزيز الإدريسي، إن شاء الله ربي يتقبله برحمته، وفوقها كان في 16 جريح في الجبهة هذه. حاولت أن نحضر حاجة للموضوع هذا، هو عبارة عن فيديو واحد من الجبهة يحكي على كيف صارت الجبهة وكيف ناضت وكيف عرفوا الشباب أن الكتائب قاعدة موجودة في الجهة هذيك. نشوفوا الفيديو هذا ونرجع معكم. الصبح حوالي الساعة 8-9 الصبح جو حوالي 8-9 سيارات من الطريق اللي ورانا. طبعا الطريق مسكرة، مدايرين سواتر رملية ومدايرين مرصدين شباب يخدموا معنا بمكبراتهم ويرصدوا في الحركة، لأن الاشتباكات اللي عند اليومين اللي فاتوا قاعدين نتبادلوا احنا وياهم في إطلاق نار. بعثوا 8 ولا 9 سيارات تونسيات يبغوا يخلقوا لنا مشكلة دولية مع تونس. طبعا بلغت القائد الميداني الأفندي أنور ودار خطة هو وكتيبة شلغم، خذينا منهم بعض العناصر وقمنا بعملية وشدينا منهم 7 أنفار. بعد ما تم ضبط المجموعة هذه بدوا يرموا فينا بأسلحة ثقيلة، مدفعية، دبابات، هاون، ونزل على منشآت حيوية، نزل على الحظيرة ونزل على الشركة ونزل على المعصرة ونزل على حظيرة الجمرك. فقاموا الشباب باللازم بارك الله فيهم ودعمونا السرايا الأخرى، وقاعدة الاشتباكات حاليا قائمة حسب ما شفت انت بعينك يعني. هذا التصريح اللي عندي وربي ينصرنا عليهم ان شاء الله. الله اكبر الله اكبر. زي ما شفنا اعزائي المشاهدين في الفيديو هذا، الرجل يحكي ان الكتائب قاعده موجوده في المنطقه هذه وقاعد فيه عندهم اسلحه حتى ثقيله، يعني اللي هي تضر المدنيين. وحني على الأقل أهم شيء عندنا حني المدنيين ما يوصلهم شيء، وبالدرجة الأولى هذا بالدرجة يعني، وعامة يعني ما نبوش يكون في كتائب اللي قاعدة تقتل في الناس. عموما على شان الموضوع هذا ونتعمقوا فيه شوية أكثر، معنا مكالمة تليفونية من مدينة زوارة. معنا حافظ جمعة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. نبو تحطنا في الوضع الحالي في المنطقة، وخصوصا أمس سمعنا أن فيه كمية من الثوار يعني من مختلف مدن ليبيا، من مصراتة ومن جبل نفوسة تقريبا ومن طرابلس. نبو الوضع الحالي، هل الشباب بدوا في تحرير المناطق هذه ولا مازال؟ يعني نبوك تحطنا في الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نترحم على شهدائنا وندعو لهم بالرحمة ونسأل الله يتقبلهم برحمته، وندعو للشهيد فتحي الإدريسي أن يكون من الشهداء ويتقبل ربي برحمته. بالنسبة ونحيي قناة ليبيا الأحرار على اهتمامها بالثورة، ثورة 17 فبراير وتحرير المناطق المجاورة لمدينة زوارة وبالجبهة اللي موجودة الآن في زوارة. بالنسبة للوضع الحالي، الجبهة الساخنة هي جبهة رقدلين، وشبابنا وثوارنا قاعدين يمشطوا في المنطقة ما بين زوارة ورقدلين، وطبعا كانت مليئة من فلول كتائب القذافي، ويعني مستثنين في هذه المنطقة، وهم بحوزتهم طبعا مجموعة كبيرة من الأسلحة الثقيلة، وتمكنوا من استعمالها وقصف مدينة زوارة من مدى بعيد، وسقطت بعض قذائف الهاون وبعض قذائف الراجمات في مدينة زوارة على المساكن السكنية والمناطق الآهلة للسكان. شبابنا تمكنوا من تمشيط هذه المنطقة إلى غاية مشارف مدينة رقدلين، وهم الآن في انتظار تعليمات القادة الميدانيين حتى يتمكنوا من بداية عملية تمشيط منطقة رقدلين ونزع السلاح من الفلول القذافي ومن المتطوعين. بكري يعني، وأمس سمعنا أن فيه اجتماع ووساطة بحيث ينحل الموضوع بطريقة سلمية، بس اللي ما عرفناش الوساطة هذه ولا الناس هذو اللي يجوا بيديروا حل سلمي من هل هم من مجلس عسكري معين أو من منطقة معينة، وشن آخر حل وصلوا له بالنسبة للموضوع هذا يعني؟ والله هو بالنسبة للاجتماع الأمس لم ينتج عنه أي نتائج لحد الآن، ولكن الآن في الوقت الحالي طبعا منعقد بس الاجتماع من نفس الناس اللي كانوا مجتمعين أمس مجتمعين حاليا. ولكن الغريب في الأمر أن كل هذول الناس اللي جو بيبقوا يجتمعوا أن هم ما جوش وما تحركوش وما تجمعوش وما تمكنوش أن يتجمعوا إلا عندما فتحت جبهة رقدلين. عندما تقصف مدينة زوارة بالهاون بالراجمات لم نسمع حتى مكالمة هاتفية ولا مداخلة في التلفزيون
يقولوا يا ناس شنو اللي قاعد يصير وشنو من اللي قاعد يضرب في زواره. لما سمعوا ان شباب او ثوار 17 فبراير من زواره ومن مصراته ومن الزاويه والزنتان والجاد وكاباو ويفرن ان هم بيمشطوا المنطقه، يعني باقصى ما يمكن يعني تجمعوا وتلاقوا وجوه سياراتهم من زواره عدد غير عادي من عده اماكن. قالوا لا والله نبغى نديروا صلح مع المنطقه هذه، وهم متجاهلين ان المنطقه هذه اللي فيها كتائب القذافي وبقايا كتائب القذافي على راسهم المدعو محمد صوان اللي يقود في المعارك الان. يا اخوي ليش ما جوش؟ ايوه اخوي حافظ، بنقطع عليك لان ما فيش وقت، بس خلي نكونوا واضحين شويه وخلي نكونوا شفافين. يعني يعني في طول الثوره احنا عارفين المناطق المحرره والمناطق اللي قاعده تناضل، بس خلي نكونوا واضحين زي ما قلت لك. الكتائب هذه هل هم من رجدالين؟ هل هم فلول هاربه؟ يعني مشكله لو الناس لو الناس كلها قاعده تتكلم ان احنا نستنوا في سرت وبن وليد ورفله وبن وليد باش نعلنوا التحرير، وقاعد فيه كتائب في اماكن ثانيه، معناه نحتاج الى اعاده نظر. الموجود حاليا ان رقدلين وجميل المناطق هذه غير محرره وبها فلول كتائب القذافي، وقاعدين يقصفوا في مدينه زواره، وممكن يقصفوا حتى مناطق اخرى لو هم بامكانهم. ولكن اذا كان تحرير سرت يعني تحرير ليبيا، فنحن يعني مش حنوقف على القتال وعلى تحرير باقي المناطق. والمجلس الوطني تو الان يعني يسمع فينا، والمستشار عبد الجليل هو اللي يعني اعطاه الاذن في السابق ان يجب ان تتحرر هذه المناطق. فانا يعني موجه هذا النداء للمستشار عبد الجليل مصطفى عبد الجليل وبقيه اعضاء المجلس الوطني والمكتب التنفيذي ان يكونوا في الصوره ان مناطق جميل ورقدالين غير محرره، ولا زالوا يدافعوا على العلم الاخضر، اسراهم في جيوبهم صور معمر القذافي. وما نعرفش هم اذا كان طبعا الكلام هذا قاعدين مقتنعين به ان ما زال في حاجه اسمها معمر القذافي، او اليوم دعاهم لمسيره مليونيه، خلي يطلعوا مره واحده لمسيره مليونيه. واحنا راهو مش حنتوقفوا لين نمشطوا المنطقه ونضفوها من السلاح. كونه هم يبقوا معمر القذافي هذا شيء يخصهم هم، ولكن ان طيب اخوي حافظ، ايوه ما عادش عندنا وقت، كلمه اخيره في اقل من نص دقيقه. في اقل من نص دقيقه، نسال الله ان يوفق ثوارنا من كل المناطق، وبارك الله فيهم على حضورهم العاجل، وان شاء الله ينصرنا ربي على فلول القذافي وعلى المؤيدين للقذافي، وباذن الله النصر سيكون حليف ثوارنا ان شاء الله. ان شاء الله، بارك الله فيك، وقلوبنا كلها مع الثوار في ليبيا كلها. معنا مكالمه ثانيه، مختار الاحرش يكلم فينا من